هاي، عامل ايه؟ انا حلا اللي معرفنيش، والنهارده هقول لكم 7 نصايح مهمين جدا جدا لو انت ثانويه عامه، او ممكن تطبقهم في حياتك، انها حاجات ممكن تبقى حياتيه عادي، مش شرط ثانويه عامه يعني انا بتكلم بناء عن تجربتي في ثانويه عامه، لكن اكتشفت انها ممكن تبقى حاجات اطبقها في حياتي بعد كده عادي، مهمه برضو. يلا بينا. اول حاجه، اياكوا تبصوا تجارب الاخرين، بالذات الناس اللي بتحط في دماغها دايما التجارب السلبيه، اللي هو ما فلان اهو مش عارفه عمل وما عملش. مش دعوه بالناس، خليكم في نفسكم. هتقعدوا تحطوا في دماغكم التجارب السلبيه، مش هنخلص، وهتحبطوا وانتوا مش حاسين، ومجهودكم هيقل، وهترجعوا تندموا على الهبل اللي انتوا عملتوه ده. مالكوش دعوه بالناس، العمى دي رزق، حرفيا رزق ونصيب، ملناش دعوه بالناس. خليكم في نفسكم. تاني حاجه، ودي اكبر غلطه ما فيش حد ثانويه عامه ما بيقعش فيها، انا شخصيا وقعت في الغلطه دي، اللي هي ايه؟ المراكمه. كارثه، كارثه بكل المقاييس بجد. انت لازم تخصص وقت في الاسبوع تلم اللي عليك اول باول، يعني خصص وقت، خصص يوم مثلا، يوم ما بقاش فيه دروس كتير. لا، الوقت ده يا جماعه هلم المتراكم عليا، هلم اللي انا مش مذاكره كويس، ده لازم. انك هتقول مثلا ايه؟ الناس اللي بتقول ما السنه طويله، ما مسيرنا هنلم، ما بيتلمش، اللي بيقع ما بيتلمش. انا بقول لكم اهو، اللي بيقع ما بيتلمش. إيه؟ طب ما فيش وقت، ثانويه عامه حرفيا انت لو استغليت وقتك صح انت دايما معاك وقت. انا بقول لك اهو، استغليت وقتك صح انت دايما معاك وقت. طب ما استغلتش وقلت ما السنه طويله ومصيره هيتلم، دايما هتحس ان هو اليوم بيخلص ومش لاقي وقت انام ومش عارف. انت اللي بتختار، ده قرارك انت انك تلم او تعمل اللي عليك وتتحمل مسؤوليه، ده قرارك انت، ولازم تجتهد عشان ما ترجعش تقول يا ريتني. تالت حاجه، ودي حاجه فعلا فعلا مهمه، وهي مش معنى انك ما بتجيبش درجات حلوه في التسميعات او الامتحانات يبقى انت مش هتجيب مجموع في اخر السنه. ملهاش اي علاقه، ماشي؟ يعني مش معنى انا جبت في التسميع اتنين، مفيش مكة هنا محبة تمسي عليك. ما علينا، سيبنا منها دلوقتي. نعيد تاني. مش معنى ان انت بتجيبش درجات حلوه في التسميعات او الامتحانات يبقى انت مش هتجيب مجموع اخر السنه، هي ملهاش علاقه. عايزه اكمل الجمله. ملهاش علاقه يا جماعه، انا اهو كنت بجيب درجات عره طول السنه، والحمد لله في الاخر جبت مجموع حلو. رابع حاجه، ودي بجد حاجه مهمه جدا جدا هقولها لكم، سدوا ودانكم. هتلاقي حد يجي يقولك ايه؟ خش كليه كذا اصل ليها مستقبل، خش ما تخش، اوعى تخش كليه كذا ملهاش مستقبل، مفيش الكلام ده. هتلاقي فلان يقولك خش كليه كذا، اصل انا ابني دخل كليه كذا فهدخل زيه، اصل بنتي دخلت كليه مش عارفه مين فادخلي زيها. سدوا ودانكم على الكلام ده، الكلام ده بيضغط وبيضايق، وبجد ولا كانكم سمعتوا حاجه. مش بعيد تلاقي حد يقولك خش طب وانت ادبي، فهتضغط على لا شيء. انت كده كده كليتك مكتوبه عند ربنا، ومش هو اللي مش هما اللي بيحددوا لك مستقبلك. انت كده كده مستقبلك كله مكتوب عند ربنا، رزقك مكتوب، كليتك مكتوبه، مجموعك مكتوب، اللي هتعمله في السنه، اللي هتعمله في حياتك كده، اللي ربنا كاتبه لك اللي هو اكيد خير واكيد في مصلحتك، حتى لو انت شايفه مستحيل هو اللي هيحصل. ما نضغطش نفسنا بكلام ملوش لازمه، ونحرق في كلام ملوش لازمه. احنا بنمشي في طريقنا، واللي ربنا كاتبه لنا هو اللي هيحصل. الكليه اللي انت عايزها، الكليه اللي انت مش عايزها، هي كده كده خير ليك. مثلا انا مستحيل اوصل لكليه كذا، عادي ممكن توصل لها، ادعي وربنا معاكي. خامس حاجة، ودي بجد أهم حاجة، ما تقولش إيه ما هو فلان ذاكر وما جابش مجموع وطلع عينه بقى والدروس إيه يا ابني؟ إيه يا ابني أنت مالك كده؟ لا إله إلا الله، أنت مالك يا حبيبي؟ يمكن هو ربنا كاتب له خير في حاجة أحسن، كاتب له رزق في حاجة أكبر، عايزه يشوف هيرضى ولا لأ، بيختبره. أنت مالك؟ يمكن هو ما عملش اللي عليه، ما عملش عليه، بيشتكي مع اللي بيشتكوا عشان يبان ان هو اتظلم، فما يلبسهاش في نفسه، هو مش متحمل المسؤوليه. تشرفك انت كنت قاعد مع اللي بيذاكر ده، كنت قاعد له على الكتاب، كنت قاعد بتراقبه يعني. تشرفك اللي قدامك ده عمل ايه عشان يجيب المجموع ده. كده كده ربنا كاتبهولك اللي هو اكيد خير ليك اللي هيحصل، احنا بس مهمتنا ان احنا نعمل الاسباب، نذاكر، نجتهد، نسعى، واللي ربنا شايفه خير لينا، او اللي ربنا كاتبه لنا اللي هو اكيد خير لينا، ده اللي هيحصل. لكن انت مالكش دعوه بتجارب الناس. سادس حاجه، وللاسف دي حاجه منتشره والناس مستسهله الموضوع مع انه ذنب عظيم يعني، هو الغش. ليه يا بابا؟ ليه يا ماما؟ ليه؟ صدقوني ربنا مش هيبارك لكم بعد كده، ربنا مش هيوفقكم، هتاخدوا اماكن ناس مش من حقكم. تخيلوا كام حد بيدعي على الغشاشين كل اخر سنه، كام الف حد بيقعد يدعي على الناس دي بجد. انا عمري ما شفت حد في ثانويه عامه غش ويعني وربنا وفقه بقى احسن الناس بقى ومن ناجحين قوي بقى، ما شفتوش حتى الان ده. فمش مستاهله انك تغضب ربنا على حاجه تافهه زي دي، زي اللي هي ثانويه عامه. ثانويه عامه بجد شيء تافه،
بالنسبه للحياه، مش مستاهل انك تغضب ربنا عشانها يعني، ولا تعمل ذنب زي ده وتغش بقى وتاخد اماكن مش من اماكن، مش من حقك يعني. وممكن بقى تتقفش فتعمل لك محضر غش فهتقعد في البيت سنتين ايه البهدله دي؟ يعني بلاش تخلي اصلا بدايه يعني مستقبلك واول خطوه في مستقبلك تتبنى على حاجه حرام. انت تخيل، بص هقول لك حاجه، النجاح ده شبه العماره بالظبط. تخيل انت اساس العماره، الاساس اللي هيتبنى عليه العماره حاجه غلط، حاجه بايظه، حاجه حرام، العماره كلها هتقع. العماره مش هتطلع، يا اما العماره مش هتطلع، يا اما هتطلع وهتقع مره واحده ومش هتقوم تاني. انت في الحالتين مش هتكسب. فاتق الله وخلي مجموعك حلال وارضي ضميرك وذاكر بما يرضي الله وسيبها على الله، سيبها على الله، ربنا مش هيزعلك ان شاء الله. بس حاجة، ودي اخر حاجة خلاص كده، واهم حاجة في نفس الوقت، دايما ادعي باللي نفسك فيه مهما كانت الحاجة دي مستحيلة. مفيش حاجة مستحيلة على ربنا، ده اولا. لو ربنا كاتب لك الخير في الحاجة دي هتوصل لها عادي جدا مهما كانت العقبات اللي في حياتك. بس ربنا كاتب لي اكون هنا هكون هنا، خلاص الموضوع انتهى. وخلي علاقتك مع ربنا كويسه، صلي، الناس اللي بتصليش تصلي يا جماعه، التزموا في الصلاه كده واتقوا ربنا في طريقكم، وان شاء الله ربنا يعوضكم خير، وتجيلكم النتيجه ان شاء الله اللي تعوض تعبكم وتفرح اهليكم وتفرحكم ان شاء الله، وربنا يوفقكم كلكم. يجي علينا لحظات احباط نحس اللي هو لا احنا مش هنوصل مش عارف ايه، ادعي برضو، ادعي في اللحظات دي عادي. بس كده خلصت. بالمناسبه حسيت اني عايزه اقول ان دفعه 25 2025 انا لسه مخلصه من لا شيء من شهر. بس كده خلصت الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واتمنى يكون عجبكم ونصايح فعلا مفيده تمشوا بيها في حياتكم يعني. بس خلاص، يلا باي باي. اخر حاجه ودي اهم حاجه، معلش نسيت اقولها، او هي منسيتش انا بقولها اهو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو كده، عشان هو كده، عشان انا بحبكم وعشان انزلكم فيديوهات تاني. او حتى لو يعني اعملوا خلاص مش مهم يعني، مش مهم السبب، بس كده اللي بحبكم. يلا باي باي، خلصت.